وتكريم ادبي وتوجع الحقوق لمصابها. اسمح لنا نستقبل اتصال تليفوني من محمود من السويس. استاذ محمود السلام عليكم. الو. ايوه السلام عليكم استاذ محمود. ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك. محمود الجلاد. اهلا بيك يا استاذ محمود، كل سنه وحضرتك طيب. من ابناء السويس. اهلا بيك يا استاذ محمود، كل سنه وانت طيب. انت اولا الله ينور عليكم اللي انتوا ابتديتوا تبصوا للمقاتلين الحقيقيين اللي حاربوا من يوم 7 يونيو، يعني من بدايه من بعد النكسه مباشره ابتدوا يقاتلوا، وحرب الاستنزاف كان بالنسبه لهم كان التدريب الاساسي للقوات المسلحه كان هو حرب الاستنزاف. تمام. واللي كل ثم بعد كده بحرب اكتوبر. كنتوا بتتكلموا عن الشهيد عصام الدالي. تمام. الشهيد عصام الدالي من ابطال كبار وعظام ومفكرين ومخططين ومنفذين، كان خطير رحمه الله عليه. لما استشهد في القارب، كان في القارب اللي انا موجود فيه انا والابطال وسام حافظ وكثير وعاب الحسن ومجموعه، واستشهد واستشهد على ايدي. يعني انا الكلام اللي بتاخده ده كلام حلو وزين وعظمه، وبقالنا 37 سنه من يوم 73 واحنا عمالين كل سنه نستضيف واحد ونستضيف اثنين وقناه ويتكلموا ونتكلم في قصه ابو زيد. انا التكريم زي ما قال الاخ محمد عبده، وده بالمناسبه محمد عبده هو القائد بتاعي المباشر. نعم اتفضل يا فندم، اتفضل احنا معاك، بس يا ريت توطي التلفزيون. يا ريت توطي التلفزيون يا استاذ محمود. استاذ محمود بنشكرك جدا على اتصالك بينا. ارجع بقى للباشمهندس احمد. ايه دورك كمحب لابطال اكتوبر زي ما قلت بصفه عامه، ولابطال المجموعه 39 قتال بصفه خاصه؟ ايه اللي انت قدمته لهم ولكن بقى من منظور الشباب، واحنا عارفين ان منظور الشباب دلوقتي متوقف على النت والفيسبوك؟ كان دورك ايه؟ تمام. هو في الاول بس هو في الاول انا اول ما بدأت يعني أقعد الدنيا وأقرأ التاريخ وكده، ما كانش حد في عيلتي خالص من الضباط أو قادة أو حتى جيش من قطاع الجيش أو الشرطة. تمام. لكن أنا يعني سبحان الله أنا كنت بحب الأول الروايات التاريخية بتاعة القادة العظام، القادة الإسلاميين، القادة الفراعنة، صلاح الدين وكده، لحد ما وصلت للتاريخ أكتوبر آخر حاجة. في شهر مارس سنة 2010 قابلت كاتب عظيم جدا اسمه أستاذ أحمد عطية. كان في لقاء حضروا الرائد سمير نوح والرائد محمد عبد موسى، وكان في بيت بطل الغضنفر مصطفى إبراهيم الحاصل على وسام نجمة سينا. تمام. أنا من ساعة اللقاء ده أنا الحمد لله حضرت أكتر من مثلا من 100 لقاء بمعدل مثلا لقاء كل أسبوع كل أسبوعين في المستوى ده، وكان في ناس كتير جدا أصحابي كنت بجيبها يحضروا اللقاءات، او انا نفسي كنت على مستوى اصحابي بحضر اللقاءات ده بالنسبه لكده. طب معلش قبل ما تكمل كلامك ناخد اتصال تاني من استاذ ابراهيم من المنوفيه. استاذ ابراهيم. الو. اهلا بيك يا استاذ ابراهيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، كل سنه وحضرتك طيب. وانت بالصحه والسلامه. تحب تقول ايه لابطالنا النهارده يا استاذ ابراهيم؟ والله انا سعيد جدا اني بسمع البرنامج ده. اهلا بيك. خصوصا ان انا كنت من ضمن الناس اللي هم حاربوا في حرب اكتوبر، وحضرت حرب الاستنزاف، وحضرت حرب اكتوبر في جبل المر، والحمد لله يعني كنت مساعد اول في القوات المسلحه. يعني ايه هي ابرز المواقف معانا؟ استاذ ابراهيم، ايه هي ابرز المواقف اللي حضرتك ممكن تكون فاكرها خلال الحرب وممكن تحكيها لجمهورنا وللساده ضيوفنا النهارده؟ والله يعني انا هقول لحضرتك ابرز المواقف اللي الواحد شافها. يعني كان عندنا قائد لواء اسمه الفاتح. قائد اللواء الفاتح ده طول فتره الحرب عمره ما حط خوذه على دماغه، وكان هو اول واحد يتحرك عشان يهاجم. الله اكبر. كان عنده روح الاقدام يعني والشجاعه. فاهم؟ الاقدام والشجاعه. الاقدام والشجاعه. تمام. لدرجه ان هو قبل جبل المر ده في مسافه حوالي 200 متر كده ارض رمليه، غروض رمليه اللي هي بتغرز دي،
فعايز يستولي على جبل المر. جبل المر ده عالي جدا. تمام. فكان بيعمل ايه؟ راح جايب الجنود في الفجر كده، والمجموعه اللي قدام حضرتك يفهموا الكلام ده، عربيات الطباز ناقله الجنود شغل الموتور وعلى الصوت، وامر بالهجوم. الله اكبر. بدات العساكر تجري في الرمل ده، بدات المدفعيه تضرب بتاع العدو. لما بداوا يضربوا كان سبحان الله الطلقه تنزل تغرس في الرمل، وكان هو متقدم، وهو كان يمكن اول واحد بيهاجم. واستولوا على جبل المر، واول ما طلعوا جبل المر يعني اليهود ما قدروش يعني يصمدوا، جريوا بالعربيات وجريوا بالحاجات بتاعتهم وسابوا الجبل. حتى يعني يمكن كان اتعملت تبة اسمها تبة الفاتح على جبل المر. النقطة بقى اللي أنا عايز أتكلم فيها سيادتك، اتفضل. إن أنا النهارده رحت جمعية المحاربين القدماء، بقول لهم أنا مساعد أول سابق في القوات المسلحة وعايز أشترك في الجمعية. قالوا لي أنت اتصبت، أنت استشهدت، أنت مش عارف إيه. يعني هل معنى كده إن لازم أصاب علشان أكون عضو في جمعية المحاربين القدماء؟ ده أنا حاربت حرب الاستنزاف، وحاربت في حرب أكتوبر والحصار، كل ده. هل الكلام ده كله ما يشفعليش ان انا اكون عضو في جمعيه المحاربين القدماء؟ لا يشفع طبعا. امال ايه سيادة؟ طب يعني هل عشان انا قدمت استقاله من الجيش بعدها بعد الحرب يبقى مثلا ما ماليش حاجه؟ خلاص القوات المسلحه ما بقاليش حاجه فيها خلاص؟ لا طبعا ليك وليك ولينا كمان كلنا الشرف ان حضرتك تكون ليها وتكون تنضم للقوات المسلحه. بنشكرك جدا يا استاذ ابراهيم على اتصالك، وسياده المقاتل محمد عبده هيرد على حضرتك. انا اقول الجنود المجهولين فعلا. دي الجنود المجهولين. الراجل ده استقال سنه 77، الدفعه اللي استقالت في 16/7/77 استقالت بتخطيط من القياده العامه عشان يخف القوات المسلحه. انا من ضمن المستقلين الدفعه اللي المفروض ابطال مصر حقيقيين. ليه؟ حرمونا من اي مكافآت، حرمونا من العلاج، حرمونا من كل المميزات خدوها الناس، انما احنا واقفين محلك سر. طب ليه؟ انا حاصل على نقطه الشجاعه 3 مرات، نقطه الجمهوريه، نقطه التدريب، كل الاوسام اللي تتخيلها خدتها. التربيه السنيه من الزعيم جمال عبد الناصر، التربيه السنيه من الرئيس انور السادات. اصبت في العمليات كذا مرتين، ورغم ذلك لم يعني ما خدتش انا كارنيه جرح الحرب. انا بعت رساله مره لاخواننا بتوع جمعيه المحاربين القدماء، حاصين على قيود معينه، لازم تكون مصاب، لازم تكون ما اعرفش ايه، لازم يعني ايه لازم لازم تكون استشهدت عشان ما يشفعليش تاريخ العسكري ده. ما يشفعليش. لا يشفع. الناس اللي علمتهم انا في مدرسه الصاغه، وعلى فكره رجل الصاغه اللي قدامك ده في ميزه اتعلمناها من البطل اللي عمل الصاغه اللي هو جلال هريدي. رجل الصاغه لا يكذب فلا يخاف. تمام. معانا سياده المقاتل وسياده الرائد سمير، معلش، وباشمهندس احمد. معانا استاذ حسن من مرسى مطروح. استاذ حسن السلام عليكم. السلام ورحمه الله. اهلا بيك يا استاذ حسن. اولا بحيي يا ريت توطي استاذ حسن اللي موجودين. استاذ حسن يا ريت توطي التلفزيون بعد اذنك. حاضر. بحيي ابطال اكتوبر. اهلا بيك يا استاذ حسن، كل سنه وانت طيب. استاذ حسن وطي التلفزيون.